كابتنة البوكايو يعني في بيتها 10 نقط، 13 نقطة. التنين المجنح التاني اللي ما بيهمتش، مش عارف يعني. بص يعني احنا الدرس فعلا المستفاد من الجولة دي، الواحد ما يتحنكش. كفاية فزلكة يا اسطى، فاهم اللي هو العب يا اسطى زي الناس ما بيلعبوا. مش لازم انت اللي تبان التنين المجنح اللي بتكابتن كابتنة ديفرنشال. اصل الموضوع انا كنت كده يعني، وكابتنت ساكا وقعدت اقول لكم يلا نكابتن البوكايو والساكا والساكا. مفيش اي حاجه. ما عمل ايه الساكا؟ عمل ايه؟ جاب في الاخر كام؟ 10 نقط. ساكا وهو قاعد بيلعب انا كنت قاعد بدعي له اكتر من امه. انا هتسوح من غير لو ما جابش جون ولا حاجه، فاهم؟ انما هالاند نزل يا باشا من اول 4 دقايق، خلاص خلص الكلام، جون يلا. والتاني انا كنت قاعد عارف ان هو التاني هيجي والتالت هيجي والرابع هيجي. اصل ده هالاند يا جدعان. بس الفكره بقى ان في كلام وكلام وكلام قدام نيوكاسل. يعني ممكن يعني لو نستسمحها كهالاند يعني ما نكابتنكش قدام نيوكاسل. يعني ماتش صعب ونيوكاسل لسه كسبانه 5، واستون فيلا فريق مش صعب، فريق مش سهل قصدي، وفريق صعب. يعني يا هالاند يعني تسيبنا، يعني لو نستسمحك تسيبنا نكابتن حد من الشباب التانية. نيجي بقى معلش اللعيب كده، نفسي اساله سؤال. الواد فودن ده انا عايز اعرف يعني ايه. انت ايه يا فودن؟ انت ب7.5 جبتك مكان مبويمو اللي ب6.5، واللي معاه ضربات جزاء، ومكان ايزي النجم كريستال بالاس اللي معاه كل حاجه مش ضربات جزاء بس. وجبتك فضلتك على ماديسون وعن ريتشارلسون المهاجم الاساسي في توتنهام. ايه المفروض ان انت لعيب في مانشستر سيتي؟ انا مش فاهم بصراحه. انا مش هستغرب تماما لو فوتني الماتش الجاي الاقيه ان هو دكه، خصوصا ان هم عندهم يوم الاربعاء ماتش في السوبر الاوروبي، فالدنيا هتبقى يعني في روتيشن كتير هيحصل من الاقرع. فانا فودن بصراحه في الاولويه بالنسبه لي هتبقى للبيع. فاما بيرني نستبعد منها اي حد احنا نجيبه في الفتره دي خالص لحد ما يبين لها ملامح. اما بقى الارسنال وجمال الارسنال وجمال البوكايو ساكا وحلاوة البوكايو ساكا والارتو العظيمة الجميلة يعني. ارتو حرفيا خلت الواحد يبقى عنده شغف تاني للعبة. الواحد من قبل الجون بتاع بوكايو ساكا خلاص، هو هالاند جاب جونين والكابتنة 70-80%، فخلاص كده انت بتنافس تحت في الدوري المظاليم انت والرجالة اللي كابتنوه. لكن الحمد لله ساكا جاب جون. كنا طمعانين اكتر من كده، بس الحمد لله يعني الواحد ما يبقاش طماع اكتر من كده. الحمد لله رضا يعني. 10 نقط من 13 نقطة ما فرقتش كتير قوي. خازوق جابيل ده كلنا لبسناه بصراحة. احنا قلنا ان هو اكتر واحد مضمون اساسي، وان هو في الركنيات وكل الحاجة دي، بس المفروض بعد اصابة تيمبر ده المفروض ان هو يرجع اساسي تاني. يعني الواحد لسه هيشوف برضو في المؤتمر ارتيتا هيقول ايه عن الموضوع ده. اما نوتنجهام نفس كلام بيرنلي بالظبط، لسه مش باين لها ملامح، ونستبعد ان احنا نجيب منها اي حد خالص غير تيرنر الحارس بتاعهم اللي احنا سايبينه دكة اصلا عشان هو ب4 مليون، وهو الوحيد اللي بيلعب اساسي فيهم. ماتش كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد باد لك جدا 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 لايزي. يعني ايزي بصراحة الماتش ده المفروض على الاقل يطلع له جون واسيست على الاقل. الواد حرفيا يا جدعان بيعمل كل حاجة في الملعب. اي حد معاه ايزي ما يبيعوش خالص. خليك متاكد تماما ان هو هيعمل في الماتشات الجايه، حتى لو ما عملش في ماتش الارسنال هيعمل في الماتشات الجايه. بس المتوقع اصلا ان هو يعمل في ماتش ارسنال بالاداء المضحك بتاع دفاع الارسنال ده كان قدام نوتنجهام في الاخر. شيفيلد يونايتد مفيش اي كلام عنها، وانا بصراحه ما اعرفش ايه اللي طلعهم اصلا البريمير ليج بالاداء اللي بيعملوه ده بصراحه. ايفرتون وفولهام، مع ان فولهام كسبت 1-0 على ارض ايفرتون، بس ده ما يمنعش خالص ان اداء فولهام وحش جدا. احنا لازم نحط فولهام من ضمن الفرق اللي احنا هنتارجت الفرق اللي قدامها ان احنا نجيب منها لعيبه. ماتش برايتون ولوتون مفيش حد طلع زعلان خالص من الماتش ده بصراحه. فرقه برايتون دلعتنا كلنا، اللي معاه مارش مبسوط، واللي معاه ميتوما مبسوط، واللي معاه جواو بيدرو مبسوط، واللي معاه ستوبينيان فمبسوط. ومبسوط ستوبينيان ده حاجه مش طبيعيه. ده ما يتقالش عليه باك، ده يتقال عليه وينج صريح. ستوبينيان ده كان يطلع له اقل حاجه من الماتش ده ب3 اسيستات ولا حاجه. اما لوتون دفاعها سيء جدا، وبرده من الفرق اللي احنا نضمها ان احنا نتارجت من قدامهم الفرق اللي بيلعبوها ان احنا نجيب منهم لعيبه. بورنموث ووست هام مفيش حاجه تتذكر قوي في الماتش ده كفانتازيا، بس عايز اتكلم عن نقطه بسيطه قوي بخصوص بورنموث الناس كلهم فاكرين ان هم سيئين زي الدور الاولاني السيزون اللي فات. لكن بورنموث الحقيقه لو حد يفتكر بس السيزون اللي فات نهايته كانوا مفنشين ازاي، السيزون ده عاملين بري سيزون مش وحش خالص خالص. ولو حد اتفرج على ماتش بورنموث ووست هام او حتى تشوف الهايلايتس بتاعت الماتش، فهتعرف ان بورنموث كانت خطيره جدا 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 قدام وست هام.
بورنموث مش بالاداء الدفاعي الوحش جدا زي السنه اللي فاتت، وويست هام سريع مفيش اي حد فيها ظاهر غير بوين اللي احنا اتكلمنا عنه، والباقي كله مفيش اي حد ظاهر خالص. اما نيوكاسل واستون فيلا اللي ربنا يكسفهم زي ما كسفوني، ان انا طلعت قلت عنهم قبل بدايه السيزون ان هم الحصان الاسود للبطوله، نزلوا اتلبوا 5 على طول. احنا مفكرناش في حد من نيوكاسل ان هم عندهم ماتشات صعبه جدا، ولسه عندهم ماتشات صعبه جايه كمان، عندهم السيتي وعندهم ليفربول، عندهم ماتشات صعبه جدا. يشاري حد من دفاع استون فيلا فيبيعوا على طول، لان مينجز اتصاب برباط صليبي، وان دفاعهم هيبقى مش احسن حاجه خالص الفتره الجايه. اما نيوكاسل فبصراحه اختياراتهم الهجوميه كتير، بس احنا مستنيين بس لما الماتشات بتاعتهم تتحسن شويه، وهنيجي نجيب من عندهم لعيبه زي الميرون زي ايزاك زي هيرفي بارنس. دي اختيارات هتبقى كويسه جدا من نيوكاسل، بس نستنى على الماتشات بتاعتهم لما تتحسن شويه. ماتش برينتفورد وتوتنهام اعتقد برضو ان مفيش حد طلع زعلان من الماتش ده، اللي معاه مبروم عمل له حاجه واللي معاه ماديسون عمل له حاجه، الا الناس اللي هتكون زعلانه من الماتش ده اللي معاهم سون او ريتشاردسون. ماديسون دلوقتي هو الاختيار الاولويه عن حتى ريتشاردسون اللي المفروض ان هو المهاجم الاساسي. ماديسون هو الكل في كل دلوقتي في توتنهام، وبصراحه شابوه جدا للناس اللي ابتدوا بيه من بدايه السيزون. اما برينتفورد فمبرومو جاب جون من ضربه جزاء وضيعوا كره خطيره جدا، مبرومو خطير جدا على المرمى، وهو دلوقتي في غياب توني هو وويسا هما بقى يعملوا كل حاجه، والخطوره من عندهم دايما في برينتفورد. اما ماتش تشيلسي والليفر فانا بس عايز اقول كلمه واحده للواد تشيلول، بحبك يلا والله العظيم. الواد تشيلول مش طبيعي، وانا بصراحه كان عندي ثقه فيه تامه من قبل بدايه السيزون، وقلت لكم ان احنا نلحق نجيبه ونجيب جاكسون من قبل ما سعرهم يغلى، ونلحق ناخد خيرهم قبل ما يكونوا عند كل الناس. مع ان جاكسون طلع بنقطه واحده بس في الماتش، بس اللي اتفرج على الماتش هيعرف كويس جدا ان جاكسون الماتشات الجايه هيطلع نار من بقه. الواد ده مش طبيعي، ضيع له حوالي 3 فرص محققة في إن هو يجيب بيهم أجوان. الواد بيجيله فرص خطيرة بيروح بيها على المرمى، والواد بيفضل يقاوح ويعافر، مش الواد اللي هو مستني بس الكورة تجيله في البوكس هو يحطها جون. أما بالنسبة لفرقة الليفر فصلاح هو الوحيد اللي كان ظاهر فيهم جدا، والباقي بصراحة مفيش حد خطف نظري إن احنا نجري عليه ونجيبه. لكن لو معاك يوتا أو معاك صلاح أو معاك جاكبو أو معاك لويس دياز، من الناس دول ما تبهمش خالص إن هما الماتش الجاي المفروض إن عندهم بورنموث، والمفروض ان هما هيعملوا حاجه، لكن مش زي الناس اللي بيتكلموا عن موضوع ان ممكن التسعه تتكرر تاني زي السنه اللي فاتت او حاجه. انا شايف بصراحه ان بورنموث ادائهم الدفاعي السنه دي اتحسن، وان هما كفرقه عامه كتوتال الفرقه اتحسنت جدا عن السيزون اللي فات. ماتش اليونايتد والولفز الحمد لله ان انا فلتت من كابتن تراشفورد، كانت عماله تزن في دماغي جدا، والكلين اصلا كان هيضيع في الاخر لولا ان ساتر ربنا الولفرهامبتون كانوا زانقين اليونايتد في اخر الماتش خالص، وكمان كان في ضربه جزاء لولفرهامبتون بس الحكم عمل نفسه عبيط فيها. فالحمد لله ان احنا فلتنا بالتسع نقط بتوعنا في الاخر. انا بالنسبه لي اولويات الشراء لو معكش حد من اللعبه دي فلازم يكونوا هما الاولويات عندك ان انت تشتريهم. عندك من الدفاع تشيلويل وستوبينيان لو مش معاك حد منهم، عندك في نص الملعب ماديسون ومبويمو، وفي الهجوم جواو بيدرو ب5.5 بس وفي برايتون، وهو المهاجم الاساسي المفروض اللي عندهم في الفتره دي، وان هو جايب رقم غالي ومفروض ان هو مش هيقعد الفتره الجايه في الدكه. وجاكسون مع انه ما عملش حاجه الماتش اللي فات، بس الواد ده انا متوقع له من الماتشات الجايه دي على الاقل كل ماتش هيطلع له جول او اسيست. الواد ده مش طبيعي يا جماعه. وانا في الجوله دي الحمد لله جبت 74 نقطه رضا الحمد لله، وربنا يسترك يا ساكا. وانا اسف يا هالاند مش هكررها تاني. وانا تشكيلتي قدامك يا صديقي، مع اني مش طايق فودن بس برضه هتقل على تغييراتي، وهشوف كلام جوارديولا ايه، وهشوف المؤتمرات، وبخطط ان انا ما اعملش تبديل الجوله الجايه ويبقى معايا تبديلين الجوله اللي بعدها، تبقى الرؤيه وضحت اكتر، وده المفروض اصلا ان احنا نعمله. انا عارف ان في لعيبه انت مش طايقها عندك في الفرقه وعايز تمشيهم وكل حاجه، بس استنى برضو مفيش ورا الناس اللي اول ما بيلاقوا لعيب بيتألق بيجروا يشتروه على طول زي رودريجو. نفسي بس اعرف اللي اشتروا رودريجو اللي هم 100 وحاجه الف دول اشتروه بناء على ايه، بس نفسي بس يعني حد منهم يقول لي ان هم اشتروه بناء على ايه. اه ماشي ب5.5 في السيتي وكل حاجه، بس انت متعرفش يا اسطى ان هو ارتجاز ولا ايه؟ بس كده يا صديقي، دي كانت نهاية الحلقة، وأتمنى كنت خفيف عليك، ولو وصلت معايا الجزء ده في الحلقة فأحب أشكرك جدا يا اسطى. وأهم حاجة بس متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، أشوفك على خير إن شاء الله في حلقات جاية، ويسيحوا فانتسي. سلام.